السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قبل ما نبداو بغيت نقدم لكم اعتذاري الكبير على طول الغياب، حيت كنت كنوجد لكم بزاف ديال القصص المثيرة باش نرجع بقوة ونقدم لكم افضل محتوى. شكرا بزاف على صبركم ودعمكم المستمر، وكنوعدكم باللي الحلقات الجايه غادي تكون كلها مشوقه. اليوم جبت لكم واحده من اغرب القصص اللي سمعتوها في حياتكم، القصه ديال واحد القاتل متسلسل اللي دمر حياه بزاف ديال الناس في ظرف وجيز وخلى بصمه خايبه في التاريخ الامريكي. القصه ديال نيكو جينكينز، واحد اللي قتل 4 ديال الضحايا في مده 10 ايام فقط، وكل هذا الشيء حيت كان كيدعي انها قربان للاله المصري ديالو اللي كيسميه ابو فيس. وفي هذه الحلقه غادي نغوصوا في الحياه ديالو وكيفاش كبر وكيفاش تحول لوحش بشري وعلاش الجرائم ديالو كانت كلها غريبه. خليكم معايا حيت القصه طويله ولكن غادي نخليها مشوقه من البدايه حتى للنهايه. نبداو على بركه الله. نيكو جينكينز زاد في 16 نوفمبر 1986 في مدينة اوماها في نبراسكا، وكبر وسط واحد الجو اللي كيغلب عليه الاجرام والفوضى. عائلته كانت معروفة عند البوليس حيت كلشي فيها كان متورط في انواع مختلفة من الجرائم، من السرقة حتى الاعتداءات. وهذا الشيء اللي خلى نيكو يكبر بلا حب ولا استقرار، ومن الصغر بان عليه باللي غادي تكون حياته مليئه بالمشاكل. وبالفعل في 11 عام تشد لاول مره بسبب السرقه والاعتداء، وهذا الشيء كان غير البدايه ديال سلسله المشاكل القانونيه اللي غادي تخليه يدخل السجن مره من بعد مره. وفي 17 عام تشد بسبب جريمه كبر وهي الاعتداء على واحد السيد بسلاح خطير، وتحكم بالسجن لمده 10 سنين. وخلال هذه الفتره الطويله في السجن نيكو ما حاولش يبدل حياته للاحسن، ولكن بالعكس بدا كيتحول تدريجيا لشخصية غريبة ومرعبة، وكان كيدعي أنه كيسمع أصوات ديال أبو فيس، إله الفوضى عند المصريين القدماء، وكيهضر على طقوس غريبة وعنيفة. وكان معروف عند الحراس والمعتقلين كواحد خطير بزاف وكيخوف أي حد تقرب منه، وكان كيدير وشوم على وجهه وكيرمز بها لطقوس الدينية، وكيخطط للوقت اللي غادي يخرج من السجن. وفي 30 يوليوز 2013 خرج نيكو جينكينز من السجن من بعد ما قضى فيه 10 سنين بسبب جريمة عنف خطيرة. والكل كان كيتوقع أن هذه المدة الطويلة غادي تخليه يراجع راسه ويحاول يبني حياة جديدة بعيدة على الإجرام، ولكن العكس هو اللي وقع. في بلاصة ما يبدا من جديد نيكو قرر يتبع طريق مظلم كتر، وبدا سلسلة من الجرائم اللي حولت مدينة اوماها لكابوس مرعب وفي مدة 10 أيام فقط. أول جريمة وقعت في 11 غشت 2013 باللي قرر نيكو بالمعاونة ديال اختو إريكا ووحدة من القريبات ديالو كريستين ينصب فخ ضحيتين أبرياء، خورخي اللي في العمر ديالو 29 عام وخوان اللي في العمر ديالو 26 عام. كانوا مهاجرين ونيكو استدرجهم بواحد الخطة محبوكة بحجة أنه غادي يتلقاو خدمات جنسية. اختو إريكا وكريستين كانوا في طرف ديال الخطه حيت خلاو خورخي وخوان يحسوا بالامان، ولكن في المقابل نيكو كان كيترصد لهم باللي وصلوا لواحد المنطقه معزوله. نيكو خرج السلاح ديالو بلا رحمه وطلق عليهم الرصاص مباشره في الراس. إريكا وكريستين كانوا معاه أثناء الجريمة، وملي تكملت الجريمة خلى الجثث مرمية داخل السيارة في واحد البلاصة مهجورة وهرب بلا ما يترك أي دليل واضح. وهذه الجريمة كانت البداية ديال سلسلة ديال العنف والقتل. وفي 19 غشت 2013 دار نيكو الجريمه الثانيه ديالو واللي كانت مختلفه حيت الضحيه هذه المره كان واحد من الاصدقاء ديالو كورتيس برادفورد اللي في العمر ديالو 22 عام. كان تلاقى مع نيكو نهار قبل الجريمه وما كانت عنده حتى فكره على اللي غادي يوقع ليه. نيكو اللي كان معروف بخططه المحبوكه استدرج كورتيس باش يتلاقاو في واحد المكان معزول بحجه انه غادي يديروا شي حاجه مهمه، ولكن ملي وصل كورتيس للمكان نيكو باغتو وطلق عليه الرصاص من الخلف في واحد تصرف بارد وكأن الأمر عاد. الضحية ما كانش كيتوقع أن صاحبه غادي يغدر به بهذه الطريقة الوحشية. ومن بعد ما قتل كورتيس خلى الجثة ديالو مرمية في واحد المنطقة اللي بعيدة على الناس وهرب بدون ما يخلي حتى شي دليل واضح. أما الجريمة الثالثة اللي كانت واحدة من أبشع الجرائم اللي دارها نيكو وقعت في 21 غشت 2013 بالليل. أندريا كروغر اللي في العمر ديالها 33 عام اللي كانت راجعة لدارها من بعد ما سالت خدمتها، كانت ما كتعرفش أن الليلة غادي تكون آخر ليلة في حياتها. نيكو قرر يترصدها من بعد ما شافها خارجة بوحدها واعترض طريقها في واحد الشارع اللي كان هادئ وما فيه حتى حركة، وبلا مقدمات جرها من السيارة ديالها بالقوة وهي كانت كتقاوم وكتحاول تهرب، ولكن
ولكن نيكو اللي كان مسلح بسلاح ناري طلق عليها الرصاص مباشره قدام الطوموبيل ديالها، ضربها بزاف ديال الطلقات ومنها وحدين كانوا في الراس اللي خلى الموت ديالها يكون فوري. من بعد ما قتلها نيكو سرق السياره ديالها وهرب بها، ولكن خلى الجثه ديالها مرميه بطريق بحال شي حاجه ما عندها حتى قيمه. هاد الجريمه خلات الرعب يزيد في مدينه اوماها، خصوصا وان الناس بدات كتحس ان القاتل مستعد يقتل اي حد بلا رحمه. الاسلوب اللي كان كيدير به نيكو الجرائم ديالو كيوري انه كان مخطط مزيان لكل خطوه، وكان كيشوف القتل كانه جزء من طقوس الدينيه ديالو اللي كيهضر فيها على الاله ابوفيس. كل ضحيه كانت عندها ظروف مختلفه، ولكن الشيء المشترك في كل الجرائم هو الوحشيه والطريقه اللي كان كيتعامل بها نيكو مع الضحايا بلا شفقه ولا رحمه. هاد التفاصيل خلات القضيه ديالو تكون واحده من اكثر القضايا اللي خلات الناس حايرين ومصدومين كيفاش انسان ممكن يوصل لهاد الدرجه من القسوه. البوليس في مدينة أوماها بداو كيديروا المستحيل باش يشدوا هذا القاتل اللي نشر الرعب في المدينة، وركزوا التحقيقات ديالهم على السلاح اللي استعمل في الجرائم كاملة واللي كان نفس النوع. الأدلة اللي جمعوها كلها كانت كتشير لنيكو جينكينز، خصوصا وأنه خرج مؤخرا من السجن وعنده تاريخ حافل بالعنف. نهار 30 غشت 2013 البوليس اعتقلوا نيكو، ولكن المفاجأة كان في السلوك ديالو أثناء التحقيق. كان كيهضر بحال شي واحد اللي عقله مختل، كيقول أن الجرائم اللي دار كانت قرابين للإله ديالو أبوفيس. زاد على هذا الشيء بدا كيدير وشون جديدة على وجهه داخل السجن، وكلها رموز ديال الطقوس الدينية الغريبة ديالو، وكان تصرفه بحال واحد اللي ما عندوش ندم على داك الشيء اللي دار. في المحاكمة المحاميين ديالو حاولوا يدافعوا عليه بكونه مريض عقليا، ولكن المحكمة شافت باللي نيكو كان عارف مزيان شنو كيدير وحكمات عليه بالاعدام في 2017. دابا نيكو كيتسنى تنفيذ الحكم في واحد السجن اللي كيجمع اخطر المجرمين في امريكا، ولكن حتى وهو مسجون القصه ديالو مازال كتروج في الاعلام. هاد القصه كتخلي الناس يتساءلوا واش نيكو كان فعلا مريض عقليا وكيستحق الرعايه النفسيه، ولا كان مجرد مجرم كيستغل الدين والطقوس الغريبه باش يبرر الجرائم ديالو. قصه نيكو جينكينز هي واحده من اكثر القصص المرعبه اللي عرفت التاريخ الحديث، شخصيه غامضه ومرعبه كتشكل لغز كبير. واش نيكو فعلا كان مريض عقليا ولا كان مجرد وحش بشري واعي بكل خطوه من خطواته؟ الجرائم ديالو كتخلينا نفكروا في كيفاش البيئه اللي كيعيش فيها الانسان، خصوصا ملي تكون مليئه بالعنف والاهمال، تقدر تلعب دور كبير في صناعه مجرم بحاله. ولكن القصه ما كتوقفش هنا، حيث كتطرح حتى اسئله اعمق على طبيعه الشر. والشر كاين في الانسان بالفطره ولا كيجي من الظروف اللي كتحيط به؟ الجرائم اللي دار نيكو جينكينز والاسلوب البارد والدموي اللي استعملوا كيبقاو دليل على انه احيانا بعض البشر كيتجاوزوا الحدود اللي كيقدر العقل البشري يستوعبها. السلوك ديالو في المحاكمه، كيفاش كان كيواجه القضاة وبلا خوف، وكيفاش كان كيهضر على القرابين الاله ديالو، خلى الناس كلهم يتساءلوا هل فعلا كان كيامن باللي كيهضر عليه ولا كان كيعتمد على هاد الاعذار باش يهرب من المسؤوليه. وحتى الاعدام ديالو كيبقى مثير للجدل. واش فعلا كان هاد الحكم هو الحل؟ واش كان خاص المحكمه تعاملوا بحال مريض عقليا وتعرضوا للعلاج النفسي، ولا الجرائم الوحشيه اللي دارها كانت كافيه باش يتم الحكم عليه باقصى العقوبات؟ هاد الاسئله كيبقاو بلا جواب واضح وكيخليو القصه مفتوحه للنقاش. هاد الشيء كامل كيخلينا نفكروا في الاسباب الحقيقيه وراء الجرائم بحال هادو. واش اللوم كيتحط على الشخص بوحدو ولا خاصنا نشوفوا حتى المجتمع، التربيه والسيستم اللي كيتعامل مع الناس اللي كيبان عندهم مشكل من الصغر؟ هاد الاسئله ماشي غير على نيكو ولكن على بزاف ديال الناس اللي كيعيشوا وسط ظروف مشابهه. ختاما، القصه ديال نيكو جينكينز كتخلي الانسان يعاود يفكر في طبيعه البشريه، الخير والشر، وكيفاش الظروف الحياتيه كتقدر تقلب شخص عادي لوحش خطير. واش كتعتقدوا ان نيكو كان كيستاهل الاعدام ولا كان خاص المحكمه تعامله كمريض عقليا؟ واش كتظنوا ان المجتمع عنده دور في خلق المجرمين بحاله؟ شاركوني الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش النقاش يكبر. نتمنى تكون عجبتكم القصه، وما تنساوش تبقاو معايا حيت المره الجايه عندي قصص اغرب واعمق غادي تخليكم تفكروا بزاف. السلام والى اللقاء في حلقه جديده.